دعني أضرب لك مثالا آخر في موضوع البوصلة القرآنية، وإن كانت الأمثلة لا تنتهي في البوصلة القرآنية. يعني لما وأنا أتمنى أن يكون هناك في الجامعة مقرر اسمه البوصلة القرآنية فقط، يجتمع فيه 10 من الأساتذة مثلا من مختلف هذا، يثورون المعارف التي يحتاجها الإنسان، يحتاجها الطالب في الجامعة كي يدير حياته وفقا لها، وفقا للبوصلة القرآنية. دعني أعطيك مثالا آخر في موضوع البوصلة القرآنية، وإن كانت الأمثلة لا تنتهي في هذا الأمر. يحضرني الآن مثال ثقافة الإسقاط التي نجدها اليوم متأصلة عند الناس، أن الإنسان بمجرد ما يخطئ يتم إسقاطه. هذا تكلمت عنها أنا مرارا، لكن لما تأتي إلى القرآن تجده أنه لا يؤمن بهذا المنطق أبدا. الناس ينهون حياة الإنسان إذا أخطأ، في حين القرآن يخبرنا أن بداية الإنسان تبدأ بعد الخطأ إذا تاب إلى الله عز وجل. آدم عليه السلام متى بدأت حياته؟ بعد الخطأ، بعد أن أخطأ وتاب بدأت حياة جديدة له. فالقرآن يخبرنا أن التوبة من الخطأ هي بداية حياة جديدة، بداية فرصة جديدة. لكن الناس لا يفعلون ذلك اليوم. الناس تكلمون تقول أخي والله فلان ممتاز وجيد، يقول لك إيه لكنه فعل كذا، لكنه فعل كذا. طيب ترك وخلاص وما عاد يعمل هذه الأمور، يقول لك لا بس فعلها هو سابقا. أو حتى لو كتب تغريدة واحدة خاطئة يتمسكون بها إلى الأبد. طول حياته هو قاعد يسوي شيء زين، لكن تغريدة واحدة ممكن. كل هذه الأشياء الزينة اللي كان يفعلها ينسفونها بسيئة واحدة يقع فيها يمسكون بها، بحين الله عز وجل على العكس تماما. إذا تبت إلى الله عز وجل يمسك بهذه الحسنة ويترك كل سيئاتك الأخرى. وكل ما قلت رأيك يبتشرون لك ويردون لك. هذه الفكرة هذه جزء من الثقافة. ملاحقتك لإسقاطك، لكن أنت لا تبالي بإسقاط الناس. لا يغرك الناس وما يحاولونه من الإسقاط، هذا لا قيمة له. الناس حاولوا حتى إسقاط الأنبياء، حتى الأنبياء أرادوا إسقاطهم. فرعون ماذا أراد إسقاط موسى عليه السلام لما قالوا وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين، يقصد أنه لما قتل المصري. ماذا قال له موسى؟ قال فعلته أيضا وأنا من الضالين، أنا أخطأت والله عز وجل يتوب علي. أنت إيش علاقتك في الموضوع؟ قوم صالح ماذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت كبير في عيوننا يعني قبل أن تأتي بالدعوة التي أتيت بها. ماذا رد عليهم صالح؟ قال فما تزيدونني غير تخسير. يعني لو اتبعت كلامكم أنا إيش راح يصير؟ راح أزيد خسارة في خسارة. لذلك لا أحد يلتفت للناس. الناس ليس بيدهم شيء. أنت ضع في هذه الحقيقة بين عينيك، أن الناس مهما حاولوا إسقاطك ما دام من الله عز وجل رفعك لن تسقط، ومهما حاولوا أن يرفعوك ما دام الله عز وجل أسقطك لن ترتفع. الله عز وجل هو الرافع الخافض. لذلك أنت اجعل الله عز وجل في وجهك. إذا كنت تعمل وفقا للمعيار الإلهي لا تبالي بالناس. أنت مهما فعلت من ذنوب، مهما فعلت من معاصي، في النهاية تأكد أنك في اللحظة التي ترجع فيها إلى الله الناس هذول كلهم لا رأي لهم. خلاص مش أنا في النهاية من الذي سأقابله يوم القيامة؟ الناس ولا الله عز وجل؟ الله عز وجل. إذن المسألة منتهية. كل أسبوع نقدم حلقة، ودائما نقول إحنا ممكن حلقة واحدة تتقدم 160 170 حلقة، ممكن حلقة واحدة تخلي الناس خلاص تقول البودكاست كله مو زين، ولا خلاص لا تتابعونا أنا أقدم هذه الحلقة. ممكن تخطئ يعني عاد انتبهوا، لازم ننتبه. أي بس إذا وقعتوا في خطأ هذا ليس نهاية التاريخ. بالضبط. فيعني هذا قاعد الكلام قاعد يشجعني يعني إن إحنا في يعني أنت كم عملت حلقة الآن؟ الحين 160 تقريبا. طيب 160 يعني الحين إذا الحلقة 161 إن شاء الله، مش حلقة الحلقة اللي بعدها إن شاء الله 162 وقع فيها خطأ، ماذا يحدث؟ هل حسناتك كلها اللي فعلتها سابقا تنتهي؟ كل المعرفة التي نشرتها للبشرية هذه تنتهي؟ كل الخير الذي قدمته تنتهي؟ إذا كنت جعلت الله عز وجل في وجاهك أمرك طيب، لأن الله عز وجل كل شيء عنده مكتوب ولا يذهب شيء سدى. لكن إذا كان المعيار الناس اليوم يزعلون عليك وبكرة يرضون وبعد بكرة يغضبون، ما في معيار للناس. مزاج هذا بالنهاية. أنت تحترمهم وتراعي مشاعرهم وتقدرهم، لكن في النهاية لا تقدسهم. في فرق بين التقديس والمراعاة. في ناس يعبدون الجماهير، أنت لا تعبد الجماهير، أنت قدرهم واحترم مشاعرهم واحترم اتجاهاتهم، لكن في النهاية ليسوا معيارا لك. ليش الناس والله عاوزينك تأتي بشخص تافه تأتي بشخص تافه، الناس عاوزينك شخص باتجاه يمين تأتي بشخص يمين. لا، أنت شوف ما الذي ينفع الناس. لا تكون مثل التاجر يعرض ما يعجب الناس وليس ما ينفع الناس. أنا هذه السلعة والله أنا أدري أنها ما تنفع الناس بس الناس يحبون أجيبها، صح ولا لا؟ هذا منطق التاجر. منطق المثقف، منطق المصلح ليس هكذا. أنا آتي بالفكرة التي تنفع الناس وإن لم تعجبهم. أنا مش تاجر أنا أجيب لك البضاعة اللي تشتريها، أنا آتيك بما ينفع الناس. هذا المعيار البوصلة القرآنية. نرجع للبوصلة القرآنية مرة أخرى. المعيار هو ما ينفع الناس. أعجبهم كان بها الحمد لله، ما أعجبهم يجب أن تصر. دعوة الأنبياء لم تعجب الناس، ولذلك بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة ما معهم أحد. ليش؟ ما أعجبهم. لكن كونهم أعجبهم لا يعني أنهم كانوا خطأ. لذلك يجب أن نعيد بوصلتنا لتكون على مقاس البوصلة القرآنية.